بصوا يا جماعة، معايا 37 جنيه ونص وعايزة اعمل غدا يكفي 6 افراد، وجوزي زمانه جاي. هعرف اتصرف واعمل بيهم غدا في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي، ولا هجيب بهم ايه؟ كل حاجة غالية زي ما انتوا عارفين. تعالوا ما نشوف هنجيب بهم ايه ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. بصوا بقى، شوفوا جبت ايه بال37 جنيه ونص. جبت ايه يا مامتي؟ جبت لكم نص كيلو طماطم ونص كيلو بصل. يا نهار ابيض، دول بال37 جنيه ونص! امال ده احنا في زمن العجب. تعالى اقول لكم، النص كيلو طماطم ده عامل 7 جنيه ونص. الطماطم ب15، وفي ناس ولاد اللذينه بيبيعوها ب20 جنيه. ربنا مش هدعي بقى، الله ما يسامحهم. وفي ناس بتبيعها ب18، وفي ناس بتبيعها ب15. انا جبتها ب15، جبت نص كيلو ب7 جنيه ونص. وجبت نص كيلو بصل ب5 جنيه، اللي هو البصل الحلو اللي قدامكم ده، يعني مش حلو قوي بس حلو، هيمشي حاله مش هيقول لا. تعالوا بقى اما نشوف هنعمل ايه. هنعمل غدا ايه؟ بصل وطماطم بس يا مامتي، اصبروا بس عليا. بصوا المجموع دلوقتي 12 جنيه ونص. قطعت بقى البصل كده شرايح زي ما انتوا شايفين كده. ايوه، خليكم شاطرين كده زي مامتكم، مامتي طباخة. وتقطعوا بقى البصل شرايح كده بعد ما تقشروه وتغسلوه تحت الحنفية. وبعد ما خلصت البصل وقطعته شرايح كده، حطيته على النار وحطيت له شوية زيت. تعالى اقول لكم بقى احنا هنعمل غدا ايه النهارده. والله الغدوه ديت ما خدتش في ايدي 5 دقايق، في سرعه. يعني اسمها غدوه المستعجلين. اي واحده مستعجله وجايه من الشغل تبتدي تعملها، وبتكفي مش 6 افراد بس، 6 و7 وزي ما انتوا عايزين ما شاء الله. يعني كل ما تكتري في البصل كل ما كله ياكل. بص بقى، حطيت لها شويه زيت كده وولعت على النار. ايه ده؟ هو انت هتعملي غدا بصل وطماطم بس يا مامتي ولا ايه؟ اصبروا بس عليا، انا ايه بحب المفاجآت في الاخر. بص بقى، كان عندي قرنين فلفل في التلاجة، قلت ابتدي ايه اقطعهم عليهم كده. يعني هسيبهم في التلاجة يعملوا ايه؟ تعالوا، لازم أن تتقطعوا كده على الاكلة وتدوا منظر حلو، وكمان يدوا طعم برضو. قطعت بقى 2 فلفل كده على البصلة وتبلتهم. ما تخليش البصلة تتبل قوي، يعني نص تشويحة كده، عشان كل ما البصلة تبقى ايه مش مستوية قوي تدي طعم في الاكل. وما شاء الله البصل الاحمر ده حلو قوي ومسكر في الاكل عن البصل الصعيدي اللي هو الابيض. البصل الابيض ممكن تعملي بيه الطبيخ، اما البصل الاحمر تعملي بيه مثلا هتشوحي كبدة، هتشوحي اي حاجة، لحمة. تبتدي تعملي بالبصل الاحمر ده هيبقى طعمه حلو. بص بقى، بعد ما قطعت الفلفل والبصله وتبلتهم كده، تعالوا بقى شوفوا جبت اهو بيض يا مامتي. عندك 5 بيضات ب5 جنيه، ب25 جنيه. بسم الله ما شاء الله يا جماعة. والله في ناس بتبيع البيضة ب5، وفي ناس أنا سألت برضو بياعين بيبيعوا البيضة ب6، وفي بياعين بيبيعوها ب5 ونص. هو كل واحد ليه سعره. ما أنا بقول لك احنا بقينا في زمن العجب، يعني كل بياع بسعره. بص بقى، حطيت رشة قرفة ورشة فلفل أسمر ورشة بهارات، ال7 بهارات عليهم كده. الله أكبر! الأكلة دي مهما تاكلي ما تشبعيش منها، وخفيفة. يعني ما أقولكيش بقى تعالي ما سبكلك قوطة واعمل، الجو حر، الحكاية مش محتاجة إنك تسبكي قوطة وتخدعي وتخلطي. هي حلوة كده، خفيفة خفيفة. وقطعت الطماطم اهو، على فكرة دي مش النص كيلو، دول 3 طماطميات كده يعني. واتبقى على فكرة طماطم من نص كيلو. وابتديت اقلبهم زي ما بقولك، ما خدتش في ايدي 5 دقايق. يعني اي واحدة جاية من الشغل عايزة تعمل اكل سريع سريع، هتبتدي تعمل الشكشوكة القمر دي، السكر دي، والله ما تاخد فيها ايدها في ايدها حاجة. اسمها شكشوكة، شكشوكة الفلاحين دي. في بقى الشكشوكة اللي بتتعمل بالصلصة والتخديعة دي لا، ما بحبهاش، انا بحب الخفيفة ديت وبتاخدش في ايدي وقت خالص. بصوا بقى، لايك بقى لو لسه مكملين معايا، احلى لايك من احلى اخوات. بصوا بقى، الله اكبر! كانت الصينيه سخنه مش عارفه امسكها، جميله تستاهل بقكم والله. والله طعمها بيبقى حلو قوي. الا رشه القرفه دي اوعي تنسيها في كل اكلاتك. على فكره رشه القرفه دي مهمه جدا ومفيده للجسم. بص بقى، الليمون المخلل اللي انا مخللاه جميل، روعه كده، حاجه كده فاخر من الاخر، يستاهل بقكم. لايك بقى. والعيش بقى هتقولي لي طب والعيش اشتريتيه بكام؟ ما انت كلفتي العيش برضو. تعالى اقول لك، العيش ده بالبطاقه يا قمر، جايباه بالبطاقه، ربنا يدومها علينا نعمه.
ويرزق الناس كلها يا رب، وكل اللي بياخدش يعيش الله يكون في عونه بجد. تعالوا بقى تصدموا معايا بالمواعين، مش كنا لازم نغسل بقى المواعين. بصي بقى انا هقولك على طريقة لكل اللي ما بيحبش غسيل المواعين هيحب غسيل المواعين من هنا ورايح. اهم حاجة ما تخليش فيه بواقي في المواعين، يعني تنضفي المواعين من اي بواقي اكل في قلبها بحتة سلكة كده وتنظميهم. تبتدي بقى تغسلي الكوبايات الاول عشان تخلصي منهم، عشان بيبقوا عاملين برضو زحمة على الحوض، وبعدين الاطباق الصغيرة، وبعدين الاطباق الكبيرة، وان كان كده في بقى الصواني والحلل. بقى بخلي الحلل اللي في الاخر هي والمعالق، علشان المعالق صراحة بتجنني لانها صغننة كده وكتيرة، فانا بخلي المعالق للاخر. بعد كده هتحبي تغسلي المواعين على طول، هتلاقيهم خلصوا في ثواني في ايدك، ما خدوش في ايدك وقت خالص زي ما انا بعمل كده. بحبكم في الله يا اغلى اخوات في الدنيا، بحب تعليقاتكم الحلوه وكلامكم اللي بيشجع، ربنا ما يحرمني منكم ابدا. ونصلي كده على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا حبايبي، كان في متابعه بعتلي في التعليقات بتقول لي يا مامتي ارخص سوق اجيب منه سمك. بصي انا بقول لها ارخص سوق ممكن تجيبوا منه سمك يا جماعه سوق المطريه بجد. يعني عايزه تجيبي سمك رخيص وحلو هتجيبيه من سوق المطريه. اما بالنسبه للطيور او الفراخ، عايزه تجيبي طيور اسعارها حلوه وتلاقيها حلوه من سوق التلات المرج. يعني هتقولي لي يا مامتي مش من سوق المطريه، اقول لك لا، من سوق التلات المرج. اسعار الطيور هناك حلوه والطيور هتاخديها حلوه. اما بالنسبه للاسماك سوق المطريه. طب ارخص سوق يا مامتي نجيب منه خضار سوق الخصوص، ده الخضار بتاعه برضو حلو واسعاره مخفضه في اسعار الخضار. وفي برضو سوق التلات، اسعار الخضار في سوق التلات برضو حلوة. ان شاء الله باذن الله هعمل لكم فيديو اقول لكم فيه جميع الاسواق، ازاي تعرفي تنزلي تشتري الخضار منين، وتتسوقي برضو الطيور منين والسمك منين. هقول لكم على الاماكن اللي تجيبوا منها الاسعار المخفضه باذن الله. تشجيع حلوه كده من احلى اخوات، وادعوا لي كده دعوه حلوه بالشفاء، لاني والله تعبانه جدا اليومين اللي فاتوا دول، وانا عارفه ان انا مقصره معاكم وبقالي كتير ما نزلتش فيديوهات على القناه بتاعت يوميات مامتي طباخه، لان والله بعد ما عملت العمليه تعبانه جدا. فدعوه حلوه كده من قلوبكم بالشفاء لكل مريض، يا رب ربنا يشفيه ويستر عرض بناتنا ويرحم امواتنا ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، اللهم امين. بصوا بقى خلصت المواعين اهي وخلصنا والحمد لله. هدخل بقى انام شويه بعد التعب ده كله، لان كنت جايه من بره، كنت مصوره برضو فيديو، فكنت جايه تعبانه. اشوفكم على خير، مع السلامه.